السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. هل سيحضر منتخب المغرب تحت سن 17 عاما بطولة كأس إفريقيا لكرة القدم للناشئين؟ السيناريو المرتقب طبعا من خلال المعطيات الأولية هو غياب جديد للمغرب. سبباش والله ما عرفنا السبب والله. يعني امبوسيبل باش تدخل الجزائر مباشرة، لازم دير رومبوي كبير اللي صنعته الجزائر ومن بعد عاد تدخل الجزائر. يتعلق بغلق الجزائر للمجال الجوي منذ 6 أشهر تقريبا في وجه الطيران المغربي. مش عارف ليه حاسس ان انا اتسرعت في الموقف ده. نأسف ليه نوصل لهالدرجة نتاع الكراهية لبعضنا بعض. الجامعة الأمريكية عادت من جديد لتشترط تنقل المنتخب المغربي للناشئين أقل من 17 سنة في نهاية شهر أبريل القادم عبر رحلة مباشرة من المغرب إلى الجزائر على الطيران الأمريكي المغربي، وإلا ستمتنع عن المشاركة في سكت لكم الصبح وانتم ما عندكوش دم، الظاهر مش هتجيبوها البر. الجزائر تستسلم رسميا على جوج ديال الواجهات، الاولى هي كاس افريقيا والثانيه على مستوى الرحله المباشره. غنتعرفوا على هذا الشيء في هذا الفيديو هذا. يتوجه المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة اليوم إلى الجزائر في رحلة جوية مباشرة إلى مدينة قسنطينة انطلاقا من مطار الرباط سلا، وذلك للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم. وستكون رحلة مباشرة من المغرب إلى الجزائر. السلطات المغربية استأجرت طائرة تابعة لشركة أجنبية للتنقل مباشرة إلى الجزائر للمشاركة في هذه التظاهرة القارية، راضخة للقرار السيادي الجزائري والذي لا رجعة فيه، الشامل فقط للطيران المغربي. أنت تتكلم جد؟ والله ما أعرف غير منك دلوقتي أبو حميد. الطائرة التي نقلت الفريق المغربي ليست بطائرة مغربية. أحد المختصين في قطاع الطيران كان يقول لا توجد طائرة تحلق في السماء لم تصنع المغرب أحد أجزائها. فهذا اللي خلاها أنها تجي مباشرة من المغرب إلى الجزائر. تستعد الجزائر لتقديم ملف ترشحها لتنظيم كان 2025 إثر سحب التنظيم من غينيا. فالمغرب سيتقدم رسميا بالفعل، بيعتزم التقدم بطلب لاستضافة كأس الأمم الأفريقية 2025. ومن الواضح كده ان هيكون في صراع قوي بين المغرب وبين الجزائر. الامور حسمت للمغرب، غير ما كان لا تستنى وغير ما كان لا. اتساءل برك فقط علاش نحن الوحيدين في هذه القاره من بين يعني البلدان اللي اودعت الملف تاعها بالنسبه ل 2025 والتي أظهرت يعني نيتها في الترشح ل 2027 لنتكلموا على الموضوع هذا. يعني صراحة أنا أتساءل علاش؟ هل سمعت إعلام تاع بلد آخر يتكلم عن الموضوع هذا؟ إن الكاف بيديروا مجموعة من الأشخاص، مجموعة الأشخاص دي عاملة تكتل ضد باتريس موتسيبي، والمجموعة دي فيهم فرد قوي جدا مسيطر سيطرة، يعني أكيد يعني مش فرد، يعني فرد عنده في المكتب التنفيذي بدون ذكر اسم وعايز ينظم البطولة في بلده. هو انا من وجهة نظري ودايما بقول ان الراجل ده راجل قوي وبيعمل كل ما في وسعه عشان يساعد بلده. ايش بقي عندك ما تضيف ونسدوا المحضر.